الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله منع النساء من الخروج بالليل، وده خوف عليهم من المضايقات أو السرقة أو التعرض لأي نوع من خدش الحياء في الطرقات. ولما الناس قالت طب هنصلي ازاي أو نزور بعض ازاي في شهر رمضان، كان ليه رأي آخر عشان يحل اللغز ده. الرأي ده رسخ عادة كبيرة جدا وأصبح رمضان ما ينفعش من غيرها. العادة دي هي فانوس رمضان اللي بدأ بشكله القديم صاج وبشمعة، وبعدها اتطور شوية وبقى بلاستيك مقوى، بعدين بقى ترانزستور صغير وتحول على شكل شخصيات مجتمعية مؤثرة وتحديدا لاعبين الفن والكرة. ما تيجي نقول الحكاية من أولها؟ يلا بينا. أنا محمد فرج جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. الحاكم بأمر الله علشان يسمح للنساء بالخروج في المساء في شهر رمضان ويكسر كل الخطوط الحمراء، اشترط وجود ولد صغير بيحمل فانوس بينور بيه الطريق. بإنارته للفانوس دي بتكون إشارة لكل المرة بإن هناك امرأة تمر بالطريق عشان يوسعوا ليها ويغضوا أبصارهم، بل إن في البعض منهم بيمشي من شارع تاني عشان ما ينظرش على السيدات. ياه، قد إيه الاحترام كان جميل في الزمن اللي فات. ومن وقتها أصدر الخليفة أمره بتركيب الفوانيس في كل زقاق وأمام كل منزل وتغريم كل من يعصي الأمر، وده كان سبب كافي لازدهار الصناعة اللي بقى عليها الطلب طول العام. ما كانش العصر ده مرتبطة في رمضان بس، هتمر السنين وتعدي وهيفضل شهر رمضان مرتبط بالفانوس. أول ما نستخدم فانوس رمضان في العالم الإسلامي هم المصريين. القصة التانية بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن الفانوس بدأ لما جه الخليفة الفاطمي للقاهرة يوم 5 رمضان سنة 358 هجرية. خرج الجميع كبار وصغيرين للاحتفال بقدومه والترحيب بيه، كانوا شايلين في إيديهم الفوانيس الملونة للاستقبال. ومن هنا أصبحت العادة رمز رمضاني أصيل اتنقل من مصر لكل الدول العربية. العادة دي ترسخت في عهد الشيعة الفاطميين وفضلت مستمرة لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي. أما المقريزي صاحب المفاجآت غير المتوقعة في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، قال إن الفانوس كان يوجد في مصر من قبل دخول الإسلام، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا. وقال كمان إنه انتشر منذ احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد، وقال نصا: أدركنا الميلاد بالقاهرة ومصر، وكان موسما جليلا تباع فيه الشموع المزدهرة بالأصباغ المليحة والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصر، فلا يبقى أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حتى يشتري منهم لأولاده وأهله. وكانوا يسمونها الفوانيس ويعلقونها في الأسواق والحوانيت، ويتنافس الناس في المغالاة في أسعارها. حتى في الزمن ده كان في منافسة في الغلاء. زي حواس وزير الآثار سابقا بيقول لنا إن شكل الفانوس اتطور من 1000 عام لدلوقتي. كان بيتم إضاءته بالزيت والفتيل ومصنوع من زجاج شفاف أصفر وأزرق وصاج ملون، مرورا بشكله دلوقتي اللي اتغير كتير جدا. الروايات تعددت عن الفانوس. كان الأهالي في العصر الفاطمي بيزينوا بيه البيوت والشوارع، ولما حصل وقعة استقبال الخليفة الفاطمي اللي لسه قايلين لك عليها، الفانوس فضل رمز للتعبير عن الفرحة بقدوم شهر رمضان. الباحث المتخصص في الفلكلور المصري محمد حسن قال لنا إن أهمية صناعة الفوانيس بترجع لكونها غيرت الذوق العام للمصريين. بعد ما كانوا متأثرين بالأشكال الهندسية الفرعونية، جه الفاطميين أدخلوا فنونا جديدا من الهندسة زي المربعات والأشكال المأذنة والهندسة الإسلامية، ودخلوا اللونين الأحمر والأزرق فيها تحديدا. جت الصناعة الصينية علشان تدي لمستها بتجديد الفانوس واستبدلت الشمعة بالكهرباء، ولكن لغاية دلوقتي الحرفيين قدروا إن هم يحافظوا على الصناعة بعد ما تطورت جزئيا وكليا بالفانوس الضخم اللي بيستخدم في الأبنية الكبيرة والفلل وعلى أبواب العمارات. ولكن الصناعة نفسها اللي بتمثل تراث ضخم للمصريين محدش بقى يطورها للأسف ولا يهتم بيها زي ما غيرها وغيرها وغيرها من الصناعات انقرض، واللي هنلقي الضوء عليها هنا تباعا معكم. عندنا منطقة تحت الربع والغورية القريبة من الأزهر الشريف هي المكان الأشهر والأكبر في صناعة الفوانيس الصاج بتاع زمان.
وفيها أكبر ورش لصناعة الفوانيس اللي انتقلت من جيل لآخر. لو خطفت رجلك هناك هتلاقي مجموعة من الفوانيس الحرفية المعقدة واللي تصميمها وصناعتها بتوصل لأيام وليالي وبتمر بأكتر من مرحلة، منها الفانوس المعروف بالبرلمان واللي سبب تسميته برضه نسبة للفانوس اللي كان موجود في قاعة البرلمان المصري في الثلاثينات. وبرضه عندك فانوس فاروق اللي بيحمل اسم الملك فاروق ملك مصر والسودان، واللي تم تصميمه مخصوص لاحتفال القصر الملكي بعيد ميلاده. احنا بكده خلصنا حكاية النهاردة. قول لنا في التعليقات رأيك وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وشير ولايك، ولو عجبتك الحلقة ما تنسوش تشيروها لأصحابكم. نشوفكم على خير في حكاية جديدة. السلام عليكم.